السلام عليكم خوتي، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. جينا نحكيو على المباراتين تاع يوسف بليلي اللي جمعت بين قطر والاهلي، ونهضروا ثاني على المباراة تاع نيس اليوم ضد لوريان اللي راهو دار فيها يوسف هشام بوداوي اسيست في المباراة تاع يوسف بليلي اللي سجل اليوم هاتريك من 3 ضربات جزاء. نبداو بيوسف بليلي. كما قلت لكم مركا هاتريك اليوم، يعني يوسف بليلي المباراة اللي تجي يعني يسجل، يتبس باللي النيفو تاعو عالي بزاف على الدوري القطري. مباراة اللي تجي يسجل هدف هدفين او 3 اهداف، هذا اول هاتريك ليوسف بليلي في الدوري القطري. كما راكم تشوفون هذه ضربة الجزاء الاولى، يعني من 3 ضربات جزاء. هاي لك ضربة الجزاء الاولى، وهاي لك ضربة الجزاء الثانية، وهاي لك ضربة الجزاء الثالثة. يعني يوسف بليلي سجل 3 ضربات جزاء، يعني ترجمهم الهاتريك. يوسف بليلي انا دايما عندي هضره باللي لو كان سيريو قبل، لو كان رانا نشوفو في اكبر الانديه في اوروبا، في انديه مرموقه، نقدروا نشوفو في اتلتيكو مدريد، توتنهام، ايفرتون، اتلتيكو بيلباو، نقدروا نشوفو في فالنسيا، يعني نابولي ايضا. نقدروا نشوفو في اكبر الانديه في اوروبا، بصح الله غالب ما كتبسلوش. نروحو دروكا لهشام بوداوي ويوسف عطال في المباراة تاع نيس ضد لوريان. يعني يوسف عطال يعني خارج النطاق تماما، يعني كثرة الإصابات على يوسف عطال أثرت على المستوى تاعو بزاف، وأصلا لازم يخرج من نيس، يروح لكاش نادي يعني يضمن المشاركة الأوروبية، يقصى نيس من الدوري الأوروبي. ترتيب الله ما على بالي شحال الترتيب، بصح نورمالمون ترتيب متدني في الدوري الفرنسي. يعني تعادلوا مع لوريان اليوم، يعني دارت لها ريمونتادا هذيك لوريان اللي كانت خاسرة 2-0. لوريان عدلت لها 2-2 ريمونتادا. هشام بوداوي يعني دار اسيست، يعني باصها لهذا الزميل تاعو يعني بين المدافعين اللي لوباها الغارديا، ويعني وسجل البيت. بون خوتي، يوسف عطال لازم يخرج من نيس. ما لازم ما يقعش في نيس اكتر من الموسم هذا، لازم يروح في الشتاء، كتر يروح في الصيف. بون خوتي، نتلاقاو في فيديو جديد، لانه كاين بعض المباريات تاع محترفين نزيدو نهضروا عليهم. اون دي لور كاين يعني بولحياه، ميدز يعني ومونبيلييه. بالك اذا كانت الى صرا كانش حدث، يعني نهضروا على هذوك المباراتين. ما نطولش عليكم، السلام عليكم.